السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو سؤال كده في بداية الفيديو، هو احنا ليه بندرس تاريخ ونقعد نجيب في سيرة اللي رايح وسيرة اللي جاي وسيرة اللي مات وسيرة اللي عاش؟ هو ده مش غيبة ونميمة ولا ايه بالظبط؟ يعني انا مش عارفة، كل ما افتح كتاب التاريخ بصراحة السؤال ده بيجي على دماغي. بس تعال اقولك ان التاريخ ده مش حكاوي ولا لمة، ده فيلم حياتك ومش غيبة ونميمة خالص. يا هلا يا اهلا وسهلا باللي منورين الشاشة. عاملين ايه يا احلى ناس؟ النهارده جاي اتكلم عن موضوع كده بيقلقني انا شخصيا، وبيجي في بالي كل ما افتح كتاب التاريخ واسمع سيرة جدنا اللي توفى من 1000 سنة. السؤال ده بيرن في وداني، هو احنا ليه بندرس تاريخ؟ ليه كل شوية نقعد نجيب في سيرة ناس ماتت وراحت لحالها؟ هو ده مش بيعتبر غيبة ونميمة؟ ولا كأننا قاعدين على قهوة بنجيب في سيرة اللي رايح وسيرة اللي جاي؟ يا جماعة سيبوا الأموات في حالهم، الله يكرمكم. سؤال منطقي جدا. ويا سلام لو كنت بتدرسه في ثانوية عامة وحاسس كده إنك بتتظلم، بس صدقني بعد الفيديو ده هتغير نظرتك للتاريخ 180 درجة على ضمانتي، وهتكتشف إن التاريخ ده مش مجرد حكايات، ده كوميديا سودا أحيانا ودراما وإثارة وكمان أكشن وبوابة للمستقبل. يا متعلمين يا بتوع المدارس تعالوا يلا معايا. يلا يا عم الحاج تعال احكي لك. بص يا سيدي، علشان نلخص الموضوع غيبة والنميمة ده من الأول خليني أوضح لك كده الفرق ببساطة. الغيبة والنميمة دي لما تكون قاعد مع أصحابك وتجيب سيرة محمد جارك اللي اشترى عربية جديدة، مدام فلانة اللي صبغت شعرها أحمر، وتقعدوا تتكلموا في تفاصيلهم الشخصية اللي محدش ليه دعوة بيها أصلا، وغالبا بتكون كلام مش كويس أو بيوقع بين الناس. ده طبعا حرام في ديننا ومحدش ينكر. يعني لو جبنا سيرة صلاح الدين الأيوبي وقلنا يا حلاوة اللي بتاعه كان لونه ايه النهارده، او كان بيشرب شاي بالياسمين قبل المعركة، دي ممكن تكون غيبة شوية. التاريخ ده حاجة تانية خالص يا جماعة. التاريخ ده عامل زي تحليل أداء لمدربين كبار في شركات عملاقة، أو المراجعات لفيلم اتعرض من زمان. احنا مش بنجيب سيرة صلاح الدين عشان نقول كان بياكل ايه على الفطار أو مين بيحبه من بنات الجيران، أو حتى بنجيب سيرته علشان نفهم ازاي نحكم وايه القرارات اللي خدها، ليه نجح في مثلا في معركة حطين وايه اللي حصل بعد كده، وبنشوف تصرفات نابليون علشان نفهم ازاي قدر يكون امبراطور وايه الغلطات اللي وقع فيها وودته في 60 داهية، وازاي بنحلل افعاله العامة اللي اثرت في شعوب ودول كاملة. ده مش بنطلع عليهم، اسمها قطة الفصيلة زي ما بيقولوا كده، ده تحليل عميق لأحداث أثرت في البشرية كلها. يعني هو مش برنامج أسرار النجوم، هو برنامج مثلا تعالوا نسميه كيف قامت الدولة وسقطت مثلا. يبقى التاريخ ده مش حكايات حريم، ده درس من كتاب خبرات البشرية الكبيرة، بنفتحه عشان نتعلم، نضحك، نعيط، ناخد خلاصة، نتعلم من تجارب وأخطاء الناس اللي راحوا. الماضي ده كتاب مفتوح لمستقبلك، افهم نفسك والناس اللي حواليك والدنيا كلها. تخيل كده مثلا انك راكب تاكسي والسواق عمال يبص قدامه بس وما بيبصش في المرايات اللي ورا، هتقول عليه سواق خطير ولا مجنون؟ ده اكيد مجنون، ده ممكن يخبط في اي حد وراه وما يعرفش امتى يغير حتى الدركسيون. التاريخ ده بقى هو مرايات التاكسي بتاعت حياتك. افهم انت مين وبتعمل ايه، هواياتك دي جت منين، مين اهلك، مين بلدك، مين ثقافتك. طب اهلك وبلدك دول اتكونوا ازاي يا سيدي الفاضل؟ تعال اخدك بالراحة. كل ده اتكون من خلال التاريخ. لما بتعرف تاريخ بلدك زي مثلا حكايات جدودك والمواقف اللي عدوا بيها، بتفهم انت مين واقف فين بالظبط. ده بيديك احساس بالقيمة وبيخليك فخور بانتمائك، بدل ما تبقى كده كائن حي ملوش لا اصل ولا فصل زي ما احنا بنقول. تعرف ليه المصريين بيحبوا يهزروا؟ ده التاريخ ده التاريخ تعرف ليه عندنا احنا بالذات بنفتخر بتاريخنا؟ افهم البني ادمين اللي حواليك. العالم ده مليان شعوب كتير جدا زي ما انت عارف، كل شعب وليه عاداته وتقاليده وطريقة تفكيره وعادات غير التانيين. لما بتدرس تاريخ الأمم التانية بتعرف ليه الصينيين بيحبوا الشغل وليه اليابانيين بيحترموا النظام، طب ليه الأوروبيين عندهم طقوس معينة. ده بيخليك أكتر ذكاء في التعامل مع الناس، وبتعرف إزاي تكسبهم أو إزاي تتعامل معاهم. بدل ما تروح تتخانق مع واحد وتقوله إيه يا عم اللي بتعمله ده وتبقى مش فاهم إن ده تاريخهم وثقافتهم، بتعرف إزاي تبيع له حاجة وإزاي تتفاوض معاه، أو حتى تختار المطعم الصح لما تسافر. كمان هتبطل تكرار الأخطاء اللي فاتت. وفي مقولة عبقرية جدا بتقول التاريخ بيعيد نفسه ولكن بأسلوب مختلف. يعني إيه؟ يعني الأخطاء اللي وقع فيها جدودنا زمان ممكن نقع فيها تاني
لو ما خدناش بالنا. التاريخ بيوريك ازاي قرارات غبية عملت كوارث، وازاي قرارات ذكية عملت نهضة. عامل زي كتاب الوصفات اللي فيه وصفات ناجحة ووصفات فاشلة، لو قريت الفاشلة مش هتجربها تاني، مش صح ولا ايه؟ هو ده التاريخ، بيوفر عليك وقت ومجهود وممكن كوارث. شوف المستقبل كده بنظرة الخبير. التاريخ مش بس بيحكي لك ايه اللي فات، ده بيساعد انك تفهم ايه اللي جاي كمان. الأنماط التاريخية دي بتتكرر كأنها مسلسل طويل ليه حلقات شبه بعض، بس بتغيير الممثلين. يعني الممثلين الأجدد والشباب هم اللي بيطلعوا. لما بتفهم ازاي الأحداث بتتطور وازاي البشر بيتصرفوا لما بيتحطوا في مواقف معينة، بتقدر تتوقع ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل، وده بيخليك مستعد لأي مفاجأة سواء كانت حلوة أو وحشة. عامل زي اللي بيعرف الطقس، بيعرف إن الجو حر النهاردة، فأكيد يعني مش هينزل لابس فرو. دماغك هتتفتح زي الصيدلية، وهتحلل وتبقى ذكي. يعني لغة الخبرة اللي ما تتعوضش. على فكرة التاريخ ده لغة. دراسة التاريخ مش مجرد حفظ أسماء ملوك وسنين حروب يا جماعة، دي بتعمل دماغك عملية تجميل فكرية، بتخليك محلل بجد مش بتفتي وخلاص. التاريخ بيعلمك انك ما تصدقش اي حاجة بتتقالك كده على الجاهز، بيعلمك ازاي تدور على المصادر الموثوقة، ازاي تقارن بين الروايات المختلفة للأحداث. ما هو كل واحد بيحكي حكاية من خبرته ومن تجربته ومن زاويته ومن رؤيته، وازاي توصل للحقيقة بنفسك. دي مهارة كبيرة جدا في عصرنا اللي مليان أخبار فيك وشائعات بتنتشر أسرع من النار في الهشيم. بدل ما تبقى ترند ماشي ورا أي حد، تبقى محلل بجد، مفكر شاطر مش بغبغان. التاريخ بيعيد نفسه، إنك تسأل ليه حصل كده وإزاي وصلوا للمرحلة دي، بيخليك ما تقبلش الأمور كده على إنها مسلمات، وتدور على الأسباب العميقة لأي حدث. ليه الثورة حصلت؟ ليه دورة انهارت؟ ليه اقتصاد باظ؟ بيفتح دماغك للتفكير النقدي والعميق. وكمان بتربط الأحداث ببعضها. التاريخ ده بيوريك إزاي كل حدث متصل باللي قبله، وإزاي بعده زي سلسلة مطاعم لسه بتتعلم إن مفيش حاجة بتحصل بالصدفة، وإن هي لازم تقف على رجليها عشان تنجح. وكل حدث بيكون ليه أسباب، جذور، نتائج وثمرات. دي مهارة بتساعدك تفهم تعقيدات الحياة المعاصرة اللي احنا عايشين فيها. وبعدين دي بتديك حكمة كمان ببلاش. هو حد بيرفض حاجة ببلاش؟ اقرا عن تجارب الأمم والقادة اللي قبلك، بتكتسب حكمة وخبرة كأنك عشتها بنفسك. بتعرف ايه اللي بيجيب النجاح وايه اللي بيجيب الفشل. عامل زي ما تكون بتتفرج على مسلسل خبرات كده، وبتتعلم من أخطاء الأبطال والأشرار. ده بيخليك تتصرف بحكمة أكتر في حياتك، وتعرف تتجنب المطبات اللي ممكن تقع فيها. وكمان بيفتح دماغك على العالم. بتعرف ان الدنيا دي أكبر بكتير من الشارع اللي انت عايش فيه. بتشوف ثقافات مختلفة أو أفكار متنوعة، وده بيخليك متسامح أكتر، متقبل للناس اللي بتفكر بشكل مختلف. بتفكر وبتبطل نفسنا من جواك، أو بتبقى إنسان محدود التفكير. وكمان بتديك فرص برعاية الماضي ومفتاح للقيادة والتأثير. البعض فاكر إن اللي بيدرس التاريخ ده آخره بيشتغل مدرس تاريخ، مع احترامي الشديد طبعا لكل مدرسين تاريخ. لا يا سيدي، سيبك من التفكير بتاع أيام زمان ده خالص. التفكير ده بيفتح لك أبواب كتيرة جدا من الجهل. ولكن تعالى نفتح بقى باب التاريخ ونقفل الباب ده، باب التفكير القديم. باب التاريخ اللي احنا فتحناه ده فيه مجالات مختلفة جدا، وانت كمان ممكن ما كنتش تتخيلها. القيادة وصناعة القرار في أي موضوع، أو أي حتى موقع قيادي، سواء كنت في شركة كبيرة، في الحكومة، أو حتى في إدارة فريق أو عمل صغير، لازم يكون عندك فهم للتاريخ. ليه؟ ده سؤال حلو. لأن التاريخ ده بيدينا دراسة حالة عملية، ازاي القادة بيواجهوا التحديات الصعبة، وازاي بياخدوا مصير صحيح. انت بتتعلم من أخطاء فرعون وتصرفات يوسف عليه السلام مثلا. خلينا نتكلم تاني عن التحليل السياسي والاستراتيجي. يعني انت مثلا لو بتحب العلاقات السياسية والعلاقات الدولية، في التاريخ ده روح للمجال ده. اللي بيحللوا الأحداث السياسية وبيشتغلوا في مراكز البحث الاستراتيجي أو حتى في الأجهزة الأمنية، لازم يكونوا فاهمين التاريخ ده كويس قوي، علشان يقدروا يتوقعوا الأحداث ويحللوها صح. تعالى بقى ندخل على الناس اللي بتحب الإعلام والصحافة. أي صحفي أو إعلامي عايز يقدم محتوى عميق ومقنع، وكمان يتوثق فيه بشكل كبير، ويكسب محبة الجمهور، ويفسر الأخبار بشكل كويس، لازم يكون عنده خلفية عن التاريخ قوية جدا، علشان يقدر يربط الأحداث ببعضها ويدي تحليلات مش مجرد كلام جرايد. وتعالى ندخل بقى على مجال الناس بتحبه، بتقولوا انه بيكسب فلوس، زي مجال السياحة والآثار. ده مجال واضح طبعا،
بس مش ممكن تكون مرشد سياحي، ممكن تكون مخطط سياحي، أو كمان مدير المواقع الأثرية، أو حتى بتشارك يا سيدي في ترميم الآثار. مجالات البحث والتطوير حتى العلمية، حتى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، فهم التاريخ والاكتشافات العلمية ده بيساعد الباحثين يكملوا على اللي قبلهم ويوصلوا لحلول جديدة. العلماء مش بيبدأوا من تحت الصفر وبيكملوا على اللي فات. كتابة سيناريو جديد وأدب، يعني أنت مثلا ممكن تبقى كاتب كبير زي أحمد شوقي، لو عايز تكتب قصة أو رواية مثلا زي نجيب محفوظ، أو سيناريو الفيلم أو مسلسل ناجح، ده التاريخ ده منجم ذهب، بتاخد منه أحداث وشخصيات والقصص الدرامية اللي ممكن تلهمك وتخلي عملك خالد على مدى التاريخ. يعني لو انت مثلا بتدرس تاريخ صح، مش مجرد بتحفظ معلومات وأول ما بتطلع من الامتحان تفضيها، انت بتدي لنفسك ميزة تنافسية رهيبة في سوق العمل، بتكون مطلوب في وظائف كتيرة محتاجة تفكير عميق وتحليل وحكمة وكمان إبداع. بتكون قائد يقدر يفهم العالم ويأثر فيه، مش بس زي ما بيقولوا مدرس تاريخ، مع احترامنا الشديد ليهم مدرسين الأعزاء. ختام الحكاية، التاريخ ده مش مجرد ذكريات، ده جهاز إنذار وخريطة طريق لحياتك. في الآخر يا صاحبي، خلينا نبص لدراسة التاريخ مش إنها كابوس في المدرسة أو مادة بنحفظها عشان الامتحان نجيب فيها كام درجة ونعدي السنة. لا، دي استثمار حقيقي فيك أنت، في عقلك، في مستقبلك، في كل حاجة في حياتك. التاريخ ده مش غيبة ولا نميمة زي ما احنا قلنا في بداية الفيديو. التاريخ ده أكبر مدرسة مجانية في العالم بنتعلم منها كل يوم. هو اللي بيخليك إنسان مثقف وفاهم، بيخليك تفهم نفسك وبلدك وتفهم الناس اللي حواليك وتفهم العالم كله. هو اللي بيوريك ازاي البشر بيتصرفوا في الأزمات وازاي بياخدوا قرارهم وايه نتائج القرارات دي، سواء كانت حلوة أو مرة، علشان ما تقعش فيها تاني. فكر بعد الفيديو في الأمر مرة واتنين وتلاتة. ولو انت بتعرف الأحداث اللي حصلت فدي خطوة أولى، بس لو درست التاريخ بجد وعرفت تحل وتستفيد منه، ساعتها انت بتمتلك مفتاح السحري والبوصلة والخريطة وكمان جهاز إنذار هيوصلك لأي حتة انت عايزها في عالم المعرفة والحكمة، وهيحميك من الوقوع في نفس الأخطاء. ده مش مجرد دراسة، دي فلسفة حياة كاملة بتخليك أقوى وأذكى وكمان أكتر نجاح في كل حاجة بتعملها. ايه رأيكم في كلامي ده؟ هل ممكن انك تكون غيرت فكرتك عن التاريخ؟ يا ريت تشاركونا في رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، علشان بس مش هنعمل انت بتدرس ليه التاريخ، احنا هنعمل كمان عن الجغرافيا والعربي والانجليزي والمواد الباقية، ونوضح لك انك كنت مغيب، ونوضح لك مدى أهمية المواد دي في حياتك. فما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.